السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. كنا في اللقاء الماضي في الكلام عن استحلاء اليقظة، واليوم عن استجلاء اليقظة. بدأنا بقول ابن القيم عليه رحمة الله أن من حضر قلبه في اليقظة بحيث استغرقت اليقظة أنفاسه استحلى ذلك. فما أحلى الحضور في اليقظة وهنالكم هززت كتفك وربت على ظهرك ومسحت رأسك وقلت لك انتبه، أنت مسلم، انتبه، أنت عربي، انتبه، أنت موحد، انتبه، أنت سني. كل منزلة ستأخذها معك إلى النهاية، بمعنى أن الذي انتهى من منزلة اليقظة وانتقل إلى منزلة الفكرة ليس القضية أنه نسي اليقظة وصار في الفكرة، لا، بل ينتقل باليقظة إلى الفكرة. فإذا تخطى منزلة الفكرة ينتقل باليقظة والفكرة إلى البصيرة. لنقرأ من كتاب تهذيب مدارج السالكين أبو إسماعيل الهروي. احنا قلنا أصل الكلام أبو إسماعيل الهروي له كتاب اسمه منازل السائرين، وابن القيم شرحه في كتاب مدارج السالكين. هو دخل الكلامين في بعض. لتنظروا هذه الصفحة 153، وذكر فيها الشيخ المنازل الأربعة الأساسية الأولى. يقول الشيخ فأول منازل العبودية اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. الجملة دي جملة الهروي، انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. احنا قلنا في كل حلقة هناخد جملة كده نجعلها عنوان في حياتك. جملة الحلقة دي اسمها ايه؟ الله يريد منك قلبك. كانت جملة الاسبوع او الحلقة اللي فاتت ما احلى الحضور في اليقظة. انك بتحب فلانة في الحرام، او في قلبك خبث انك بتحب كذا الحرام، في قلبك خبث انه متعلق بكذا غير الله. الخبث ده انت عارفه ومتأكد منه وبتعاني منه، ومع ذلك سايبه. عشان كده لما تصحى يحصل انه ايه؟ انزعاج. بس انزعاج ليه؟ للقلب. زي ما قلنا كده ان الراجل اللي عنده امتحان وصبح الصبح الساعة كام؟ 9:30. انا عندي امتحان الساعة 10. عارف يقوم ازاي؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صل عليه الله يرحمك. او في رواية يعجب ربنا من رجل سار عن فراشه وغطائه. عارف سار؟ عمل ثورة عن اللحاف والبطانية. سار عن فراشه وغطائه ووطائه.
عارف سار ازاي بقى؟ سار اهو ده انزعاج القلب. لما اقول الله يريد منك قلبك، ان احيانا بعض الناس بيدخل الدين ولم ينزعج قلبه، لم ينزعج قلبه، عشان كده بيفضل ماشي هادي قوي، ماشي بالراحة خالص، ماشي على مهله، ما عندوش. هي دي انا اكتشفت دلوقتي العلة اللي انا بدور عليها من زمان، ان ما حصلش الانزعاج، داخل بالراحة وماشي على مزاج، بالراحة خالص، مش منزعج. طب قول لي الانزعاج ده يجي منين؟ اقول لك انا الانزعاج ده يجي منين، بس تدفع كام؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما تشوف عمرك وتشوف ذنوبك فتنزعج. علماءنا لما يقولوا ان من خطورة الذنوب، من خطر الذنوب انها تخذل المرء عند خروج الروح. لما يبقى نايم كده في السكرات، او مش نايم، ممكن تجيله السكرات وهو واقف. انا كنت قلت ان انا مش عايز احدث بهذا. حدثني اخ وانا اجلس امام الكعبة واقسم بالله، والله العظيم يمينا منعقدة ربنا شهيد، اخ حدثني وانا اجلس امام الكعبة وقلت له انت على يقين من هذا؟ قال لي على يقين، انه رأى انسانا وهو في سياق الموت قال هو كافر بما انزل على محمد. اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمة. انا ما كنتش عايز احدث بهذا. اللي مات وهو بيلعب كوره، واللي مات وهو بينطق الكوره، واللي مات وهو في المدرجات، واللي مات وهو في طابور العيش، واللي مات وهو في الشغل، واللي مات وهو داسه قطر وخبطته سياره وقع من فوق عماره الى اخره. تخذل العبد ذنوبه. الذنوب تخذله ازاي؟ يجتمعن عند رأسه. هو روحه بتحشرج، ما هي بتنزع الاول روح من قدميه ثم ساقيه ثم فخذيه ثم بطنه ثم صدره، الروح حتى اذا بلغت الحلقوم، فالروح بتنزع كده. فالشاهد ايه؟ والروح طالعه بتحشرج. تجتمع ذنوبه عند رأسه، يتذكر زنية زناها، وكذبة كذبها، وسرقة سرقها، ونهبة نهبها، ومصيبة عملها، وبلوى ارتكبها، وظلم ظلمه، وأذى أذاه. يتذكر كل هذا فيبص حواليه يقول أنا هقابل ربنا بكل ده؟ لا لا لا، مش عايز أموت. فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. إذا علم الرجل برجل أطوع لله منه فينبغي أن يحزنه ذلك. أنا بقول دايما إن أنت وأنا في سباق مع سيدنا أبي بكر الصديق على خط سباق واحد. ورقة الامتحان المقدمة لسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر هي نفسها المقدمة ليك وليا. فاحنا في مسابقة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. تفتكر تسبق؟ تلحق؟ دايما أقول الجملة دي، إن الصحابة رضوان الله عليهم هم المواصفات القياسية للمسلم. ربنا قال لنا كده، قال لنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالاتباع بإحسان، اتباع هؤلاء الصحابة بإحسان، إحسان الاتباع.
نحن نتبع هؤلاء الصحابة بإحسان. انت لما نيجي نقيسك على صحابي، نقيسك مثلا على سيدنا ابي بكر، ها تطلع مقاسه؟ لا يا عم الشيخ، ابو بكر مين؟ سيدنا ابو بكر ده حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لان سيدنا ابو بكر الرسول لما سئل من احب الناس اليك قال عائشه، قيل فمن الرجال قال ابوها رضي الله عنه. بلاش الكبار، تعالوا نتكلم عن الارقم ابن ابي الارقم. الارقم، ايوه الارقم يا ابني كان عنده 13 سنه 16 سنه لما كان بيعمل لقاء النبي بالصحابه في بيته. ما يزعجش قلبك ده ان الارقم كان بيقوي دعوه تسود العالم وعمره 16 سنه، واسامه 17، الزبير بن العوام كان كام، وسيدنا عثمان نفسه كان كام، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو والصحابه الشباب الصغيرين دول الحلوين. انت نقيسك على مين فيهم تطلع راجل؟ انا عايزك تنزعج انك ما طلعتش راجل. عايز قلبك ينزعج من الذنوب لما تفوق كده وتلاقي العمر عدى. والله الواحد بينزعج والله، بس يمكن الامر ده انزعاج من نوع اخر، انه يفاجأ النهارده الخميس، ده بكره الجمعه ده احنا ما لحقناش، الاسبوع عدى. يزعجك كده مرور الايام، تلاقيه صلى من غير قلب، ويقرأ القرآن من غير قلب. لا 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 لا، ده انا هقول لك الاخطر من كده في حياتنا العادية، بياكل ويشرب ويتعامل مع زوجته واولاده بغير قلب، عايش وخلاص ومش عايز اكتر من كده. دي حياة لا يرضاها الله. قول لي ازاي؟ هو مش الجري على العيال برضه عباده لما تكون بتعمله لله؟ هو ده اللي انا عايزه منك بقى، حضور القلب في العباده دي، انك انت بتجري على الزوجه والاولاد لله، لارضاء الله، طلبا لرضا الله، حبا لله، طاعه لامر الله. هو ده الحضور بقى، هي دي اليقظه، انك تمصحصح الخروج من الشغل لأكف نفسي وعيالي أكل الحرام أو سؤال الناس. نية صالحة تاخد بيها أجر. يقول الشيخ فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها. فحي هلا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله جنة عدن غرس أشجارها بيده ثم قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون. يا إلهي يا رب يا سيدي، اللهم لا تحرمنا جنة عدن، اللهم أسكننا جنة عدن. بشتهي إن أنا أشوف شجرة غرستها يد الله. والحق بقى، أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.